السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم هاد البيتزا. كتجي زوينه، كتجيب واحد العجينه كتجي خطيره، كتجي بحال ديال المحلات. نتمنى تتبعوا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا على المكونات ديال هاد البيتزا. وندوزو دابا باش نعطيكم المقادير. عندي هنايا في واحد الاناء درت معلقه صغيره ديال الملحه، وغادي نزيد عليها 300 مليلتر ديال الماء دافي. عبرت انا بهذا الكاس هذا الكاس راه تقريبا موجود في كل دار. عندي هنايا كما قلت لكم 300 مليلتر ديال الماء دافي. غادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال الحليب غبره. ما كانش ديروا واحد المعلقه كبيره ديال دانون مسوس. غادي ندير معلقه كبيره ديال سنيده. سنيده غير باش تعطينا ديك البيتزا اللون وصافي. هنا غادي ندير واحد كاس لاروب ديال الفينو ولا السميده، بجوجهم كيجيو زوينين، بجوجهم جربتهم. والصراحه هاد العجينه هادي راه ديال البيتزا راه معتمده عندي، ما كنبدلهاش. هنا غادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال الخميره. دابا راه الجو بارد. وبالنسبه للمنسمات غندير شويه الثومه غبره وشويه ديال البصله غبره. ماشي ضروري ديروهم بجوج، المهم اللي كان ما كانوش كاع ما ديروهمش، ديروا شويه الزعتر صافي. غادي نزيد دابا واحد 4 كاس ديال زيت الزيتون. البيتزا راه كتبغي الزيت، باش ما درنا الزيت كتجي العجينه هشيشه وكتجي خفيفه. غادي نخلط هاد المكونات، غنخلطهم غير حتى يندمج هذاك الدقيق مع هذوك العناصر الخميره والسنيده صافي. وغادي نزيد الدقيق شويه بشويه. انا الدقيق هنا ما عبرتوش، غادي ندير الدقيق ونبدا تنعجن عيني ميزاني حتى نحصلوا على واحد العجينه تكون خفيفه، ماشي بحال ديال المسمن، تكون بحال ديال السفنج صافي. هنا راه ضفت شويه ديال الزعتر. وهنايا العجينه بعد ما عجنتها كتجي على هذا الشكل. غنخليها تخمر، ما غندلكها ما حتى شي حاجه، غنخليها تخمر. من بعد ملي تخمر غادي نعاود ننزلها، ونعاود تاني نخليها تخمر مره ثانيه، ونعاود ننزلها. المهم هاد العمليه كديروها 2 المرات 3 4 باش ما درتو هاد العمليه العجينه كتجي رائعه، كتجي بحال ديال الزنقه، كتجي رائعه. نتمنى تتبعوا هذه الطريقه اللي قلت لكم صافي. هنايا بعد ما صافي هذه الخميره الاخرى خميرات قسمتها على 4 ديال الكرات. عطاتني داك القياس اللي عطيتكم، عطاني 4 ديال البيتزات بحجم كبير صافي. هنا رشيتهم بدقيق ديال الفينو. هنا في الحشوه عندي الموتزاريلا، عندي هاد المطيشه هادي، درت ديك المطيشه الجاهزه، زدت ليها الزعتر وزيت الزيتون والبصار وشويه المليحه، شويه ديال الثومه غبره وبصله غبره صافي. هنا عندي بصله قطعتها شرائح رقاق، عندي الزيتون كحل، وعندي هنايا الفرماج حمر حكيته في ديك الحكاكه الرقيقه، وعندي الكفته. المهم الحشوه كتبقى لكم نتوما واشنو كتفضلوا. ممكن ديروا الكفته، ممكن ديروا الدجاج، ممكن ديروا الطون. انا هنايا راني درت الكفته ودرت واحد العلبه ديال الطون ديال الزيت. الحشوه كتبقى لكم نتوما واشنو كتفضلوا واشنو كتبغيو. هنايا راه هي طلقتها غير بيديا، ما درت لا مدلك لا حتى شي حاجه، طلقتها غير بيديا حتى حصلت على واحد السمك اللي رقيق. وهذوك الجنيبات كنخليهم غير شي شويه، انا ما كيعجبونيش يكون هكاك غلاط، المهم خليتهم غير شي شويه هكا. غندهنها بهاد الصلصه صافي. وغندير دوك المكونات اللي عندي هنايا. نسيت ما كان عليا ندير الفرماج هو الاول، هادشي اللي كندير دائما، كندير الصلصه عاد الفرماج عاد الحشوه. دابا درت سميتو معليش. المهم انا قلت لكم دابا كديروا الصلصه والفرماج عاد كديروا الحشوه. وواحد القضيه اخرى، الفران يكون سخون مزيان، هذا هو السر ديال البيتزا باش تجي مرطبه وكتجي بحال السفنج، كتجي رائعه. ما ندخلوهاش للفران يكون بارد، الفران يكون باش ما سخنا الفران باش ما كطلع لينا البيتزا كتجي رائعه صافي. هنايا عمرتها بالحشوه اللي عندي. غادي نزيد داك شويه ديال الطون، هذاك الطون قسمته على دوك 4 البيتزات كاملين. وهنا غادي نرشب الزعتر
وخلاص راني درت ديك الموتزاريلا ودرت ديك الفرماج احمر. وماشي ضروري ديروا الموتزاريلا، ممكن ديروها بالفرماج احمر. انا راه مره كنديرها هكا مره هكا، اللي كان متوفر زعما اللي متوفر عندي كنديرو. واذا كان هذا الفيديو ان شاء الله لقى استحسان ديالكم، غادي ندير لكم بزاف ديال الطرق ديال البيتزا. ها هي بعد ما خرجتها من الفران كتجي على هذا الشكل، كتجي رائعه، كتجي الصراحه كتجي العجينه ديالها رقيقه وكتجي رطبه، ما كتجيش قاصحه. وخلاص هذاك الفرماج حتى هو راه كيذوب عليها كيجي زوين. غادي نشارك معكم حتى الفرماج اللي كنستعمل. صافي هنايا راني دزت باش نصاوب البيتزا الثانيه. هاد الثانيه هادي درتها بهاد الحشوه، المهم جوج درتهم بجوج حشوات بحال الكفته والبصل والفلفله والبصله، جوج اخرين ما درتش فيهم الفلفله والبصله. صافي هنايا وريتكم كيفاش دخلتها للفران. درتها في الرف الاولاني كاع، الفران مشعل من الفوق ولتحت. صافي ها هي بعد ما وجدت لينا الثانيه، حتى هي نفسها بحال الاخرى، كتجي العجينه ديالها خفيفه وكتجي قطنيه وكتجي رطبه. نتمنى يعجبكم الفيديو، تكملوا حتى الاخير باش تستافدوا، وراه غادي تعجبوا وليداتكم. ونتلاقى بكم في فيديو جديد ان شاء الله.